السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. معنا شرح جديد اليوم، شرح استرجاع محفظة سيف بال عن طريق السحب الإلكترونية بدون استخدام العبارات، يعني طول العبارات مش موجودة، بدونها نسترجع المحفظة عن طريق السحب الإلكترونية. طبعا الآن مسجل في المحفظة. بنروح الآن نعمل مسح بيانات الإعدادات المحفظة علشان يرجع التطبيق كأنه جديد. نروح للإعدادات، نفتح تطبيقات، إدارة تطبيقات، نبحث باسم المحفظة، تطلع معنا المحفظة. نروح نعمل مسح البيانات، نعمل مسح جميع البيانات، نقول موافق. بعد ما مسحنا البيانات نروح للتطبيق. الآن معنا التطبيق، شوفوا يا شباب كأنه جديد. نشوفوا نعمل ايش؟ إضافة محفظة موجودة مسبقا. بعد ما نضغط على إضافة محفظة موجودة مسبقا نقول له يدخل كلمة المرور، ندخل له كلمة مرور جديدة، ثم نعمل له التأكيد، ثم يقول لنا اختر الحساب الذي سويت فيه النسخة الاحتياطية. نختار الحساب اللي سوينا فيه النسخة الاحتياطية. على طول بيفتح معنا يقول لنا ايش؟ ادخل كلمة او الرمز الذي عملته انت للنسخة الاحتياطية. ضروري احنا لما نعمل نسخة احتياطية ضروري نعمل رمز عن طريق السحب الإلكترونية. بعد ما نقوم بإدخال كلمة السر على طول بيقول لنا ايش؟ المحفظة جاهزة. ندوس على ابدأ باستخدام المحفظة. خلاص على طول بينتقل لنا المحفظة مباشرة. في الأخير لا يسعنا أن نقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء آخر إن شاء الله. لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.